مكملين في تحدي ال50,000 على كل المنصات، مش إجمالي، لا كل واحدة لوحدها. يعني اليوتيوب 50,000، الانستجرام 50,000، تيك توك 50,000، وفيسبوك 50,000. مش عايزين نصيع على بعض، ولكن ده كده هنقوله في كل أول حلقة. ولكن المهم اللي جاي نتكلم فيه وأهم من كل شيء، ماذا نتوقع كجماهير كل منا لفرقتنا؟ ماذا أتوقع للأهلي في الموسم اللي راجع؟ بتقول لي اللي ما بيننا وبتسأل لي ما كملناش الموسم اللي فات يا اهلي، يعني للنسيان وللفقدان، ونتمنى يتمحي من تاريخ الكوره. وبالنسبه للزمالك هو موسم مفاجئ كان له طعم خاص، عشان عارف هم ايه، يعني اتت لهم من حيث لا يحتسبوا على الاطلاق. ربنا رزقهم وكرمهم، كل واحد بياخد على قد نيته وعلى قد مجهوده وعلى قد تعبه. هم يعني الى حد ما الصراحه كانوا بيحاولوا يعملوا الصح، واتسطرت ومشيت معاهم. مين هيعمل ايه؟ الاهلي مش الاهلي، بيراميدز جايب قوه، طب جاب مكوينه، جاب عمل سوا. قبل ما اقولك على اي حاجه، افتكر ان انا عمر زايد ودي الواحد 24 اتش دي. بنحاول نشد، نحاول نزق في اليوتيوب، بنحاول نستمر في الريلز، نحاول دايما نبقى موجودين في كل ما هو محلي، عشان دائما وابدا بنحلي بالمحلي، والمحليات حلويات، وكل ما هو طعمه جميل وحلو. اعمل فولو لكل السوشيال ميديا اللي هتظهر قدامك دي، وتعالى نتكلم مع بعضينا، عشان الدوري خلاص كلها 13 يوم ويحل علينا الايجيبشن ليج. اتفضل معايا. برافو عليك. اوعى القطر يا عم الحاج. وهم قاعدين شايطين، ويمكن في البلكونات بيسجروا ولا ايه، هنشوف ايه. احنا خدنا الطقم ده وحطينا البادج بتاعنا بروح على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نبدأ كده من حيث انتهى الموسم اللي فات. يعني افكرك وافكر نفسي وافكر الزملكاويه، ولو ان الزملكاويه والله لو افتكروا هيتبسطوا، انا لو اللي افتكرت هتنكد. الاهلي انهى الموسم اللي فات بطاقه ما بعدها طاقه الحقيقه، يعني حاجه كده عايزه 40 قلم على وشها. افضل لعيب عندك مشي، وافضل لعيب ده كان مقارنه باللي حواليه. يعني لو هنعتبر ان تريزيجيه كان هداف الدوري، طبعا بعدد الماتشات مع احمد ياسر ريان، احنا بنتكلم ضمنيا، لكن هو في الرسمي طبعا احمد ياسر ريان يعني. بس قصدي بالنسبه لنا في الاهلي مثلا كان تريزيجيه هو الفرده، هو النمره، هو اللي كان الى حد ما بيبلي بلاء حسنا، بيحاول يشيل الفرقه بتاع. طيرته ده لانه الازمه الكبيره اللي حصلت للاهلي السنه اللي فاتت بقى من البدايه، يا غربه بتحمل، كانت التكدس للنجوم. الاهلي بدأ الموسم اللي فات بيستهل مشواره في الصيف زي دلوقتي كده، بس قبلها بشهرين، يعني كان في شهر 6 بيستهل مشواره بقدوم زيزو وقدوم تريزيجيه وكاس العالم للأندية في النسخة الأولى، مع وجود طبعا بقى لعيبه كانت يعني موجوده زي بن شرقي، زي حسين الشحات، زي بن رمضان كان لسه جاي. والاهلي كان يعني بيحاول يعمل الجلاكتيكوس، وعاده ما شفناش جلاكتيكوس بينجح قوي، اللهم الام اس ان يعني. بس الام اس ان ده استثناء عشان في سيد معزه، وسيد معزه ينجح اي حاجه يعني. بس بمعنى ايه جلاكتيكوس؟ ان كم من النجوم وزخم من النجوم يطلعوا شيء. شفناها في بي اس جي وما جاتش سكه يعني، وكان فيها سيد، وسيد زي ما بقولك ينجح اي شيء. بس كان في بقى عيل بايخ زي مبابي، عيل مرقوع زي نيمار، يعني كان في عوامل الفساد اكتر بكتير من عوامل النجاح. في الاهلي كان تقريبا في نفس الكلام، يعني الاهلي برضو كان في عدم سلكان. طبعا امام عاشور حدث ولا حرج من عدم السلكان يعني ووجوده، وهو كان يعني واحد من نجوم الفرقه، اذا ما كانش النجم الاهم في الفرقه قبل ما يجي تريزيجيه وزيزو، وكان بيأدي معاك اداء كويس قوي بقاله سنتين 3. فالراجل كانت اموره طيبه، وجايب افريقيا وتمام وكويس وحلو وجميل، ودوري يعني الدنيا، او دوريين كمان، فالدنيا حلوه يعني. من هنا يعني ايه بدأت الازمه. طبعا تريزيجيه بدأها معانا بالبيلن واللي قفلنا منه كله انتر ميامي، والاهلي لم يبلي بلاء حسنا في مباراه انتر ميامي في كاس العالم كنتيجه، ولكن ادى اداء كويس في كاس العالم كله. الاهلي لوش طبعا، ده قبل ما احكي لك بقى كل ده. الاهلي فنش الموسم مع مشيان كولر، جه كابتن عماد النحاس كمل الموسم للدوري. انا مش بكلمك الموسم
يعني بكلمك على الموسم اللي فات ده على طول. الكابتن عماد النحاس كان مفنش الدوري مع الاهلي بعد ما كولر مشي، وخدنا الدوري وحصل اللي حصل والقصه واللي انت فاهمها وبتاع مش عارف ايه، وبعدين قال لك لا عماد النحاس مش هيروح مع الاهلي كاس العالم للانديه، فجابوا لنا الريبيرو. خد بالك انت معايا، جابوا لنا ايه؟ الريبيرو. وكابتن عماد النحاس خد بينا الدوري ولم شمل الفرقه بعد رحيل كولر. الفرقه كانت مش احسن حاجه من بعديه، بعدها جابوا لنا الريبيرو، والريبيرو طبعا دخل معانا كاس العالم للانديه، قدم الفقره اللي قدمها دي، وفي اول كام ماتش في الدوري راح مقدم فقره، فجابوا كابتن عماد النحاس تاني وقف الفرقه شويه، فراحوا جايبين لنا الثروب. الثروب ده كان اسوأ من الريبيرو، يعني مسخن من ست الا سيدي. فضل الاهلي عايش في تخبطات كده وقصص وعبث وعبط، واداءات غير مرضيه وغير مقنعه من كل نجوم الفرقه، طبعا على راسهم زيزو اللي كان لسه جاي بصفقه المفروض هي الاهم والاتقل والاكبر والاحلى والالذ والاطعم والسكر وكل الحاجات. خدنا وحضننا الشجره كلنا، يعني لعب له 3 ماتشات في اول الموسم كده، هوب شد في الخلفيه، على ما رجع تاني ضربه جزاء ماتش المصري راح مضيعها، من بعدها زيزو ما جاش. ما شفتش انا زيزو بقى غير مثلا ايه في ماتش الكاس ولا السوبر اللي كان في السعوديه الامارات ده، ما فاكر اللي عمل فيه الاسيست لبن شرقي يعني. غير كده انا ما شفتش زيزو. رجعت شفت زيزو تاني بقى مع المنتخب في ماتش اسبانيا ولا السعوديه وبتاع، يعني كده اللي انت كنت فواصل اعلانيه بتشوف فيها زيزو. وامام شرحه مع طبعا قصته بقى انه ابتدى يغير وابتدى ما يسلكش وابتدى وما جاش الماتش بتاع يانج افريكانز والسفر وشغل العبط اللي حصل ده، والصراحه تخاذل الاداره في اتخاذ قرارات معاه، وثروب وضعف في ادارته. وبالمناسبه ثروب كان ماشي معاك كويس في افريقيا، يعني كانت تمام ماشيه لغايه ما امبولا على طول، يعني راحت ملوشه منك خالص بقى. بس وعشنا في التخبطات والفرقه ومدير رياضي ومساعد مدير رياضي وهد ده لا ما تجيبش ده. الحسنه اللي انت طلعت بيها من الموسم يعني انك كسبت الزمالك رايح جاي، دي الحسنه. وبدات طبعا الموسم واخد سوبر اللي هو بتاع بن شرقي وزيزو اللي انا بقول لك عليه ده، وبعديها كان مروان عطيه جاب الجول الثاني تقريبا يعني. ده اللي انت عملته يعني، بس ما عملتش حاجه تاني. خسران دوري، خسران كاس، خسران سوبر وكاس عاصمه، يعني خارج ايه ملتي في موسم للنسيان تماما للاداره وللعيبه. ويعني الوحيد اللي يشكر في الموسم ده هو الجمهور اللي فضل مستحمل وفضل قرفان ويحط فاهم لا مؤاخذه في الكلمه فاهم القرف فوق دماغه ويسكت، ونقول ونحاول وندعم ونساوي وبتاع، وتيجي تتكلم وتنتقد من اجل المصلحه يقول لك لا وانت ومش انت. وخلص الموسم زي ما خلص باخطاء اداريه وفنيه قبيحه قميئه وموسم للنسيان. عشان نبدا الموسم ده من بدايه السنه اللي فاتت وهم الصراحه، من نهايه السنه اللي فاتت وهم الصراحه ابتدوا يحاولوا يحسنوا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم ابتدوا ياخدوا شويه قرارات كده في مصلحه الفرقه، شبه انه مفيش الكذا مفيش الكذا، المناصب الغي المنصب الفلاني وهات فلان ومشي علان، اعاده الهيكله اللي اتقالت في احدى البيانات اللي كانت من الاهم السنه اللي فاتت بالفعل بتطبق. وانا كنت قلقان يبقى كلام على ورق وخلاص بكل امانه وبكل صراحه يعني، ولكن ابتدى الموضوع يتطبق. شفنا طبعا عوده كابتن سيد عبد الحفيظ. في الاول كان منصب يعني انا كنت قلقان عليه منه لان انا بعزه جدا وبحبه جدا، فكنت حاسس انه محطوط في حته كده ممكن يتحرق فيها بان هو متصدر المشهد، بان هو يشيل الليله، بان هو مع تعديل المناصب ومع تعديل المهام اصبح هو الاستاذ ياسين منصور بيتصدروا المشهد فعليا بقى، انه يلا يا جماعه ديروا الكوره. فابتدى في شويه اعاده هيكله والغاء بعض من المناصب، وفي شويه ناس اتكلت على الله كده من اللي هم ايه انت كنت فاهم بيعملوا ايه في النادي الاهلي، والامور ظاهريا باللي احنا شايفينه وعارفينه الى حد ما ابتدت تبقى احسن والطف. ابتدينا نبص على صفقات وابتدينا نشوف صفقات. جبنا المدير الفني التجربه الجديده اللي شبه تجربه موسيماني. انت اول مره مع موسيماني كنت تجيب مدرب افريقي يمرنك، انت اول مره تجيب مدرب عربي يمرنك وهو الحسين عموته، وراجل بطابع كلنا شفناه وعرفناه خلاص وقريناه، بطابع انضباطي التزام نظام، مفيش حاجه اسمها الفرقه مهرجله، مفيش اي حاجه اسمها انه الفرقه زبادي خلاط. شفنا من ساعه ما جه الحسين عموته يعني من نزلته في المطار لما الصحفيين بيصوروه راح مكشم لهم كده قال لهم انتوا بتصوروا ليه؟ انتوا معاكم اذن انضباط، عارف اللي هو ايه، يلا
هو واضح انه واخد فكره وعارف مع ان دي شخصيته، فجاي ايه يحط سيستم ونظام من بتوع مانويل جوزيه اللي انت فاكرهم، اللي هو ايه الانضباط والجبن سيد الاخلاق، اللي مش هيحترم نفسه هلوشه. بس واديك شايف انت على السوشيال ميديا الاهلي يا دوب بتعرف حاجه بسيطه عن الفرقه، كلها صور من خارج التمارين، مفيش حاجه اسمها التمارين بتتصور ولا لعيبه نازله بتتصور في التمرين وبتتنجم وبتعمل، كلها حاجات كده ايه بيهايند ذا سينز او ما وراء الكواليس كده، في المعسكر بيلعبوا بلياردو وبيهزروا مع بعض بتاع كلمتين من كل واحد. لكن هو من ساعه ما جه قال لك يا باشا بينزل التمرين في التتش، بيستأذن الميديا بتاعت الاهلي والناس كلها شكرا شرفتونا. ده كلام بقى السليم الجميل الحلو، إعادة الأجواء الاحترافية والانضباطية داخل الفرقة مع هذا الكم من النجوم شيء مهم جدا 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 جدا، عشان يبقى معرفهم وموصل لهم انه اي حد عايز يعمل حركة من الحركات القرعة بتاعت انا نجم ومتني مفيش كاميرا تصوره، فاللي عايز يعمل حاجة يعملها هيبقى ايه بينه وبين نفسه كده، مش هيتشهر مش هيتنجم يعني. فاللي عايز يبقى عبيط يبقى عبيط لحاله براحتك يعني. ده بالنسبة للأهلي. عمل صفقات كويسة، وقلت اتمنى انه اقطاي وعلي محمود يبقى جايين بعلمه، لانه دول جم واحنا في كاس العالم وكان لسه ما جاش الحسين عموته، واتوقع ان اداره الاهلي هتبقى ادركت الاخطاء السابقه وهتبقى ايه يا جماعه في المايك ده بيتحرك لوحده ليه؟ ادركت ان اداره الاهلي السابقه هتبقى ادركت ان الاخطاء ايه ده في ايه اداره الاهلي السابقه. هقول لك على حاجه، استنى معلش خليك معايا لحظه عشان ايه ايوه يا مسهل الحال يا رب. المهم نفتح، مش عارف انا ما كنتش بصور في التكييف ليه، مش عارف مع ان في تكييف والله الدنيا جميله حلوه. المهم اداره الاهلي ادركت الاخطاء السابقه، وما اظنش ان هي تبقى جابت لعيبه من دون علم المدير الفني اللي جاي يعني. اظن ده يبقى شيء من العبث يعني، ما اظنش اداره الاهلي تبقى عملت كده يعني. بس انا مش متاخر على حاجه والله، انا بس عشان شايف الموبايل في الساعه، بس عشان المونيتور اللي بيعمل فاصل قصه كده ما تشغلش بالك بيها. المهم ده بالنسبه للاهلي. وبالنسبة يعني من حيث انتهينا وأين نحن الآن، ماشي يا عم عمر زايد رغيت كتير، تتوقع إيه؟ والله أتوقع بقى أخد لك من الصفقات اللي جت زي أقطاع عبد الله، زي علي محمود، زي منصف بكرار، زي سفيان بن جديدة، زي عودة محمد عبد الله، زي عودة أحمد رضا، زي عودة قباقة، زي عودة كريم الدبيس. لا يعني مع رحيل محمد شريف، مع تصفية الفرقة من الناس اللي انت محتاج تتخلص منها، مصطفى العش ورحيله، عمر كمال وفسخ عقده، عمر الساعي وعودته، محمد شكري ورحيله، بقى الى حد ما عندك اختيارات في كل مركز تخليك تتوسم خير. مصطفى شوبير طبعا مع دعم الشناوي النفسي كقائد، الشناوي خلاص انت فاهم ان هو خلاص ايامه في الاهلي باتت يعني ايه في القليل منها، مع سيحة، مع حمزة علاء اللي هيرحل برضو اظن المفروض حمزة هيرحل، بس يعني لو موجود فانت عندك حمزة وسيحة ومصطفى والشنو، فانت عندك حراسة المرمى في امان. ناحية اليمين عودة كريم فؤاد من الاصابة، ربنا يشفيه ويعافيه ويحفظه يعني، فانت هيبقى عندك ناحية اليمين هاني وكريم فؤاد شيء مبشر، عندك ناحية الشمال الدبيس وبالعمري شيء مبشر ولا احتجت كوكا يلعب، عندك نص الملعب حدث ولا حرج، كوكا وكباكا واحمد رضا وقفشه ورحيل بن رمضان وامام عاشور وعمر الساعي ومروان عطيه ورحيل اليو ديانج، وقول زي ما انت عايز تقول في نص الملعب علي محمود. فانت عندك تشكيله وكوكبه من الفن والفنانين تقدر تشكل فيهم براحتك، مش قلقان. واقول لك على حاجه، انا لسه عند رايي لما قلت لك بيعوا امام، مش عشان بس علي محمود جه، لا عشان تاني هرجع واقول لك كل اللي بقوله كل مره عشان تعرف انه هو ثبات على المبدا، هو ليس تطبيل لاحد وليس شكرانيه في احد، لانه انا راجل بحب الفرقه زي ملايين، ويمكن في ناس بتحب الفرقه اكتر مني، بس انا اعمل ايه؟ انا اللي ليا فرقتي ومصلحتي، اللعيبه جميله وحلوه وبنحبها ولزاز وبسمسم وسخنه وحلوه، بس ممكن نحبها على المستوى الشخصي وبس، عمرنا ما نحبهم اكتر من الاهلي. امام لازم يمشي، عايز يمشي شكرا. في محمد مجدي قفشه اللي شالني سنين وسنين من قبل ما يبقى في امام، كان بالنسبه لي ده السوبر هيرو، فما تبطرش على النعمه وتحسسني ان انا من غير امام هقعد ادبدب رجلي في الارض. اتفضل امشي، روح على قلب غيري تجرحه يا امه.
مع الف سلامه حبيب قلبي. بلس بقى ان انا جبت علي محمود بروفايل زيك اصغر منك في السن، بيلعب برجله الشمال، بروسبكت هستثمر فيه، هاكله 3 4 وجبات في اليوم، هجيب له يا عم مشروبات طاقه، وهجيب له هروق عليه انا والمهندس ايمن الشريعي ندلع علوه يطلع نار من بقه، فاهم؟ فالحته دي مفيش قلق منها. الوينجات عندك بن شرقي، عندك محمد عبد الله، عندك منصف بقرار، عندك طاهر، عندك زيزو، عندك حسين، عندك امام ممكن يلعب وينج لو حبيت مع رحيل تريزيجيه، وقدام رحيل محمد شريف، بس عندك سفيان بن جديده كلاسيك 9، عندك اقطاع عبد الله، وعندك منصف بقرار يعني يقال ان هو راجل ممكن يؤدي مهام الفيرود، ولكن انا بقول لك هو فيرود تاني ليس فيرود صريح، ماشي؟ في المناشي. بس ده كده تقريبا. لو انا سقطت حد من اللعيبه قول لي في الكومنتات. وشايف الصراحه ان الامور قد تبدو طيبه، يعني اتوقع باذن الله تعالى ان الاهلي يبقى عامل كومباك كويس، يقدر بسم الله الرحمن الرحيم كده يستعيد لقب الدوري. اتمنى واتوقع انه الاهلي يعني محتاج ينزل في الموسم ياكل الاخضر واليابس، عشان نتفق اتفاق مع بعض. انت عندك كونفدرالية لازم تاخدها، لازم لاسباب كتير، لعدد النقط والترتيب بتاعك بقى، عشان لو لا قدر الله ما خدتش دوري ابطال افريقيا، لو صعدت له السنه اللي هي 27 28، لو ما صعدتلوش، لو صعدت له وما خدتوش، ولو كذا حاجه، يبقى بتحاول بقى انت ايه، عارف بقى انا بكلمك في اسوأ الظروف، تحاول بقى تلم نقط بحيث انه لما تخش في حسبه الترتيب والفرق وما الفرق ومين وبتاع، وتبقى مستني سان داونز تاخدها مره تانية، فاهم؟ فانت كده كده الكونفدراليه دي لازم هتاخدها عشان تلعب كمان سوبر افريقي. يعني سوبر افريقي مالوش نقط، بس السوبر افريقي فيه فلوس كويسه برضه هتفرق معاك وتزق معاك، وعندك استاد بيتبني ويعني فانت كده كده لازم تاخد الكونفدراليه. ده شيء انا شايفه اساسي، زيه زي ان انت لازم تاخد الدوري، ما فيهاش نقطه من اول السطر. وده اللي اتوقع ان العموته جاي ليه، عموته جاي ياخد الدوري اولا، نشوف بقى موضوع الكونفدراليه. بس اتمنى ما نستهترش بالاثنين، شايف الاثنين 50-50، لازم الاهلي ياخد الاثنين. تقول لي الكاس، اقول لك واي نوت، طبعا الكاس برضو، فاهم؟ ما عنديش مشكله، بس الدوري والكونفدراليه لا غنى ولا مفر عنهم. وانا اتوقع ان الاهلي هيبقى نازل عامل موسم شبه بدايات كولر مع الاهلي كده، ماتش الاهلي والزمالك السوبر بتاع برونو سافيو، الاهلي كان نازل فرقه واقفه على رجلها منضبطه، بالانسد، بتهاجم بحساب ومش بتتقهقر قوي، بس بتدافع وبتسيب يعني اتوقع اشوف منظومه شبه شويه منظومه كولر، في الانضباط وفي المهام. العموته بفكرك بيلعب كان على المرتده مع الاردن عشان ده كان تصنيفهم، ده كان اسلوبهم وطريقتهم بامكانياتهم، ولكن النادي الاهلي ما تخافش، الراجل ده مش هيلعب على المرتدات، الراجل ده هيبقى عارف انه معاه فرقه اسمها الاهلي نازله تاخد كل ماتش بتلعبه ايا كان بتلعب مين، وفي نفس الوقت عارف اكيد ودارس واتقال له ان الاهلي كانت اكتر فرقه دخل فيها اجوان السنه اللي فاتت اذا ما كانتش من اكتر، يعني الاهلي فاكيد البالانس بتاع انه انا اروح ولب، فاهم؟ وفي نفس الوقت ارجع واحب، فاهم؟ اخش فيها اجوان، مع طبعا المركز الاضعف عندك حاليا هو خط الدفاع، عندكش غير ياسر، وممكن من السنه اللي فاتت تاخد هادي رياض، عمرو الجزار ما شفناهوش ولكن عارفين ان امكانياته كويسه، بس على ما نعرف ان امكانياته كويسه احنا محتاجين نشوف عمرو الجزار بيلعب. وفي كلام بيتقال كتير ان الراجل لاعب احمد رضا كمساك في الماتشات الوديه في المعسكر المقفول عليه اللي محدش يعرف عنه حاجه غير النتائج بالعافيه. وبالمناسبه انا لسه عارف ان احمد رضا اصلا لما كان بيلعب في ناشئين الزمالك كان بيلعب مساك، واحمد رضا اصلا دلوقتي في نص الملعب بيلعب 6، فيعني 6 مساك مش بعيده، زي حمدي فتحي، زي اسمه ايه ربيع بتاع الزمالك، زي اي حد ممكن بيلعب 6 ويرجع يلعب مساك عادي، كتير منهم بيعملوا كده يعني. يعني بس محتاجين مساك كمان، بس هنجيب مين معرفش الحقيقه. اظن الاهلي كان بيتكلم على محمود صلاح بتاع المحله، بس ده باك ليفت يعني برضه
مش عارف هل الاهلي هيلعب 3 مثلا، اي معرفش، بس انا متوسم خير. متوسم خير ليه؟ عشان الانضباط والالتزام بينجح اي حاجه في الدنيا، ان شاء الله لو كان فرن عيش، عشان بس انت تبقى ايه مدرك وواعي معايا. فبسم الله الرحمن الرحيم يا اهلي، مستني منك الدوري والكونفدراليه، عشان ايه؟ في كمان تحدي مهم جدا نسيت اقول لك عليه. الاهلي قدامه بعض من اللعيبه اللي محتاج ينجحهم ذوق عافيه، اولهم زيزو. وانا تاني اختلف مع اي حد يقول لي زيزو هيمشي في الصيف او هيمشي بعد السنه دي ما تخلص. زيزو هيتم دعمه ليصبح واحد من اهم نجوم الجيل ده لغايه ما يخلص عقده. الاداره وزيزو الاتنين مع بعض لن يرضوا بالفشل امام الجميع على مسمع ومرأى الزملكاويه وعلى مسمع ومرأى كل مشجعي كره القدم. نقطه لازم تتاكد منها، الا بقى لو جه في زيزو ده مبلغ خيالي خرافي، فهيقولوا له يا زوز هتوحشنا فضينا السيره ودشدشنا ورا اقول لك ورا ظهرك قله ولا عارفنا ساعتها. بس غير كده لا، زيزو قاعد وباقي. اشرف بن شرقي من الصفقات اللي هيتم دعمها جدا من الحسين عموته، لانه عارف مين اشرف بن شرقي، لانه الاثنين لبونا في 2017 مع بعض سويا في دوري ابطال افريقيا وخدوها مننا. يعني بالتبعيه طبعا هو اللي جايب بقرار، هو اللي جايب بن جديده. مستني اشوف الحسين عموته مع امام عاشور، دي هتبقى فقره لوحدها، يعني ده واحد منضبط قوي وده واحد ماسك السلك، فمستني اشوف الفقره دي هتثمر عن ايه. يعني ده كل اللي عندي اقوله لك بخصوص الاهلي، تقريبا مفيش حاجه مختلفه يعني قوي ممكن اقولها لك تاني. اللي عندنا كلام نتكلم فيه هو نادي الزمالك. اتفضل بقى كده ايه، قوم انت غير التيشيرت الحمراء والبس لي التيشيرت البيضاء وتعالى لي، انا هفضل بالحمراء كده معلش يعني معلش، عشان احنا حياديين، او بلاش حياديين دي عشان بتزعلنا، مش عشان احنا يعني بنتكلم في امور الدوري كله وما لبستك تيشيرت بيضاء دي تبقى خابت بقى. طيب الناحيه الثانيه في نادي الزمالك الامر كان عكس تماما اللي انا كنت لسه بحكي لك فيه دلوقتي. الامر كان على ما يرام 100 فل و14. دخل نادي الزمالك الموسم في حالة من حالات المديونية المرعبة، ولكن جاءوا بالسوبر هيرو جون ادوارد، وهو مش خالي تاني بكرر لك، انا ما شفتوش في حياتي، انا كنت فاكره اجنبي، انا كنت فاكره اخرس اصلا لان ده ما بيتكلمش. وقعدت اقول مين جون، يعني ماشي اوكي يا جماعه. وبعدين جاء جون ادوارد بتجربه كانت فريده من نوعها في نادي الزمالك، ما اعرفش قدر يعمل ازاي كده، بس هقول لك قدر ازاي يعمل كده، بان هم كانوا قال لك ايه بتوصيات من اظن كان ميدو او مش فاكر مين يعني من الحكماء او محبي نادي الزمالك، قال لك يا جماعه هاتوا الراجل ده. فجابوا الراجل ده، وانا تاني بعد اقولها عشان برضو تبقى انت دايما متابع معايا، انا على جزء يعني اقولها لك ازاي. عندي احساس كده انه الراجل ده كان في ظل التخبط المجلس الاداره فيه، وظل المديونيات والمشاكل واللي في فرقه الكوره واللي في النادي في العموم، فقال لك يا باشا احنا نشيل موضوع الكوره ده مبدئيا من على كتفنا ونجيب حد نزحلقه له. والله نجح ادينا موجودين معاه وهنظهر، والله لبس هنقول ما احنا جبنا هو واحد وبتاع وما مشيش، وعشان تعرفوا قد ايه النادي بايظ. فجابوا جون ادوارد على يعني اعتبار ان هو ايه هيحضن الشجره بفرقه الكوره. فجه عمك جون ادوارد وكون الفرقه اللي موجوده، وابتدينا نسمع كلام انه الزمالك وجايب فرقه وبفلوس قليله وبتاع، وقعدنا نردد الكلام ده كلنا لغايه ما كلنا عرفنا وتاكدنا ان لا، هو جايب فرقه بفلوس كتيره، خلي بالك ب7 مليون دولار جايب لعيبه. ولكن مش ده مربط الفرس، يصرف ما يصرفش مش فاهم احنا ليه دخلنا الخناقه دي. دخلناها عشان كانوا بيقولوا الاهلي وصارف وجايب وعامل وسوى وبتاع وهيخسر ومش هيخسر وبتاع. فالناحيه الثانيه بقى كانوا بيحاولوا يقولوا عن جايبين فرقه بفلوس قليله وعملنا فرقه بفلوس قليله عكس الاهلي اللي عمل فرقه بفلوس كتير. بعدين طلع ان الفرقه القليله دي صارفين 7 مليون دولار. هو بس كان مظبط وما زال يعني عقود اللعيبه انه مفيش حاجه اسمها دفعه تعاقد، انت تاخد عقدك كدفعات على الشهر زي المرتب، يعني تيسيرا على نادي الزمالك عشان يعني ما يطلعوش فلوس كدفعه تعاقد وكده. النادي كده فيش 4 جنيه وربع يعني، فبيحاول يرتب الفلوس وكده.
ومضى قدما او قدما مضى قدما جون ادوارد ويانيك فيريرا اللي جه البلجيكي اللي ما حدش يعرفه، حتى جون ادوارد نفسه ما يعرفوش ولا يانيك فيريرا يعرف ان هو يانيك فيريرا، ومشي مع الزمالك وكسب اول ماتش في افتتاحيه الدوري قدام سيراميكا كليوباترا، وابتدت تمشي العجله معاه في ظل تعثر الاهلي قصاده الناحيه الثانيه. وقلت لك قبل كده انه اول 10 ماتشات الزمالك كسب 5، اتعادل 3، وخسر 1 من وادي دجله، او خسر 2 انا اسف من وادي دجله والاهلي اول 10 ماتشات تقريبا. والاهلي اتعادل 5، كسب 3، وخسر 1 من بيراميدز، او مش خسر من، هو اتهبد من بيراميدز 3-0 يعني. ففضل ماشي يانيك فيريرا، فضل ماشي بيجمع نقط في ظل تخبط الاهلي اللي بدأ الدوري امام مودرن سبورت تعادل لو انا مش غلطان، وكنت اقول لك سيراميكا، وبيراميدز بدأ الدوري بتعادل امام الصاعد حديثا وادي دجله كابتن محمد الشيخ اللي هنشوفه تاني السنه دي في اداءات هايله، ومهندس ماجد سامي جاب له مساعد اجنبي، فدي يعني هنشوف شويه حاجات حلوه السنه دي في مصر مع الكابتن محمد بركات صاحب ال 38-39 عام اللي كان بيدرب نادي مسار، جابوا الباشمهندس ايمن الشريعي مكان كابتن حمزه الجمل في نادي انبي، عشان هنشوف شويه تجارب حلوه الفتره الجايه. المهم يعني وابتدى الزمالك يمشي وابتدى يبقى، وطبعا شفنا صفقات الزمالك بقى بيزيرا وعدي وشيكوبانزا وادم كايد واحمد ربيعه ومحمود جهاد. شفنا شويه كوكبه من نجوم محمد اسماعيل، ومن الفن والفنانين قبلوا بلاء حسنا مع الزمالك معظمهم يعني. ممكن ادم كايد اتصاب على فترات مثلا، بس يعني لعب برضو كام ماتش كده وكان مش بطال. شفناش بقى محمود جهاد كتير، بس شفنا احمد ربيع مثلا كان دايما بيبقى تبديله بينزل. شفت طبعا عدي الدباغ السفاح، شفت ناصر منسي ده كان موجود، شفت بيزيرا، شفت شيكو بانزا، شفت محمد اسماعيل واللقطه المكسب. فشفت فرقه زي ما محمد منير الكينج قال كده، وانا لسه قادر في الحزن افرح يعني. في ظل اللي انا بحكيه لك ده كله، الزمالك كان الى حد ما ماشي ومش بيخسر بس بيتعادل بيكسب بالعافيه بتاع، كان الاهلي بيقع وبيراميدز كان برده مش في افضل حال، فالزمالك قدر مع يانيك فيريرا اللي ما كانش عاجبهم يتصدر الدوري، وبعدين نزل شويه، وبعدين اظن طلع تاني مش متاكد ولا لا، طلع تاني كفوق يعني. بس يعني المهم حتى لو ما طلعش هو ما كانش بعيد عن المركز الثاني الثالث بالكتير، وفرق نقطه نقطتين يعني، ما راحش بعيد يعني. ما اظنش الزمالك كان نزل ثالث حتى، او نزل حاجه بسيطه جوله جولتين كده يعني. وبعدها ما جاش معاهم سكه يانيك فيريرا والكوره والمتعه والفن والهندسه وجابوا الكابتن احمد عبد الرؤوف. جابوا الكابتن احمد عبد الرؤوف قبل بلاء حسن. وخليني بس اشرح لك انه يانيك فيريرا ده جه مكان كابتن ايمن الرمادي اللي لعب معاهم يا دوب شهر ومشي بعد ما خد الكاس، وبداوا الموسم مع يانيك فيريرا. لو انا حاسس ان انا عاكس حاجه في حاجه، بس يعني اللي عايز اقوله لك انه والله انا لو مكانهم ما كنتش امشي كابتن ايمن الرمادي يعني في النهايه يعني. كونكلوجن الموضوع يعني. جه كابتن احمد عبد الرؤوف لعب كام ماتش، والحقيقه مش فاكر هو مشي ليه عشان ما اكدبش عليك. وبعدها جابوا كابتن معتمد جمال وبس، والباقي للتاريخ بقى يعني. الباقي قدر الزمالك يزحف ويتخلل ويتسلل لغايه فاينل الكونفدراليه، وخسر الخساره الشهيره في استاد القاهره بضربات الجزاء في صدمه للجمهور الزملكاوي، وقدر انه يحصد لقب الدوري باعجوبه، بحادثه وفاجعه للكره المصريه الاهلاويه. الزمالك قدر يتسيد الكره المصريه في 25-26، وكل ده بفضل جون ادوارد الحقيقه واللعيبه. ومجلس الاداره فضل طول الموسم
متضايق ليه لغايه ما ابتدينا نشوف الاستاذ مندوه الحسيني لما ابتدى يحس ان الزمالك خلاص ياخد ده، ابتدى يظهر بقى ويتشال على الاعناق وعلى الاكتاف وكده وبتاع. الحقيقه كنت محترم كابتن حسين لبيب جدا لانه لم يظهر على الاطلاق الا في تسليم الدرع تقريبا. وكانت اموره طيبه يعني، راجل كان ملتزم الصمت خالص خالص خالص. وبس دي كانت القصه مع نادي الزمالك. وخرج من الموسم بقضايا اكتر، لانه خرج من الموسم وهو ما كانش بيدفع فلوس الناس اللي جابت له البطولات، دافع جزء ومش دافع الباقي. وعندك بقى اجانب حدث ولا حرج. رحنا كاس في لعيبه من عنده مشيت راحت كاس رجعوا من كاس لسه ما فيش فلوس. طب رحنا كاس عالم، رجعنا من كاس عالم لسه ما فيش فلوس. وطبعا انت شفت تمجيد الزملكاويه لبيزيرا بقى، واللي هو ازاي ما يروحش منتخب البرازيل والشغل الهزار ده يعني. كنت اتمنى ان هو كان يبقى هزار ساعتها يعني. وشفنا الحاجات دي كلها. وبرضه في النهايه خرج الزمالك كسبان ولكنه مديون بس. ومن ساعتها الزمالك دواخيني يا لمونه دواخيني، هياخد الرخصه الافريقيه مش هياخد 17 قضيه 18 لغايه ما خد الزمالك الرخصه الافريقيه. فجاه لقوا اللي يسد عنهم الديون. ولكن من هنا تبدا المشكله، انه نادي الزمالك عشان يسد ديون فخد قروض من محبين او من مديرين من رجال اعمال. يا عالم هيسدها ازاي ده مبدئيا، يا عالم طريقتها ايه الله اعلم. طيب الحاجه الثانيه، نادي الزمالك لسه عليه ايقاف قيد او ايقافين قيد تأديبيين، يعني معاك سنه ونص مفيش لعيبه هتيجي. والكلام على انه زي ما استاذ عامر العمايره خبير اللوائح قال ده مش هيتشال لو ايه حصل. قعدوا يقاوحوا ويروحوا ويجوا وطلع الراجل صح مش هيتشال. طيب طبعا انت لو شفت القايمه اللي نازله بقى بتاع كابتن معتمد جمال باللعيبه الشباب، هم يعني زي السنه اللي فاتت بس زود عليهم بقى ناس مع الناس اللي اصلا بقى كانت شايله الفرقه السنه اللي فاتت ومش جايه او ما جاتش حتى الان يعني، عاملين مشاكل. على راسهم طبعا اخوان الفينا بيتزيرا وعبد الله بودي السعيد والشيكو باندا. الثلاثه دول عاملين عوق. بيتزيرا وطالع وقال ايه، طلع دي انا اسكندراني ليه، طلع وقال في الاعلام والكلام اللي انت عارفه. ايه يا جماعه والمجد عمال يغلط فيا ليه؟ انه يا والله يا باشا انا فلوسي ومش فلوسي وبتاع، وانا و6 مليون دولار وكنت قايل لهم ويعملوا ويسووا وبتاع والتيت والشريط وكده. وقال لك لو جبت عرض هنمشيك ومش نمشيك وبتاع. فطلعوا قالوا لا ده كانت الاداره الرياضيه القديمه. فقرار 24 سربت خطاب بين الزمالك وبين النادي اهلي دبي. طب ما طلع فيه هو الاداره مخاطبه نادي وموافقه على 6 مليون دولار وبتاع. بس قال لك الاداره فعلا كانت موافقه وبتاع، بس بعد اللي طلع عمله ده قال لك لا مفيش بقى، انت لسه في 3 سنين في عقدك، تعالى بقى اركن جنبنا. من الاخر مش هياخدوا منه الابيض ولا اسود. وفي النهايه عايزين يعملوا معاه زي ما الاهلي عمل مع وسام، اللي هم يجيبوه حفظا لماء الوجه قدام الجمهور عشان يقعد يقول انا بحب نادي الزمالك قوي وبتاع ولكن انا لازم امشي وكده. وخلاص وخلصنا يعني. بس هيتباع لان لو قعد مش هياخدوا منه الابيض ولا اسود يعني. ومش هيجي ومش هيحضر وهيخشوا في خناقات مع بعض وهيتمارض وهيعمل شغل بقى صياع بقى وعربجه يعني. عبد الله السعيد بيقول لك كان بياخد 20 من الاستاذ ممدوح عباس و20 كعقد، يعني بياخد 40 مليون جنيه وعنده 40 سنه، مليون على كل سنه من سنين عمره، ربنا يديله الصحه وطولة العمر. يعني في مشكله بقى ان هو فلوس ما جاتلوش ما تعرف ايه بتاع، لسه بقى في الساحل بيصيف بيعمل معسكر بدا او هيبدا. والشيكو بانزا ما صراحه ما عنديش علم ما جاش ليه، بس يعني هو لقى ناس بتتنجم فقال لك هتنجم انا كمان. فهل في كل الظروف اللي انت سامعها دي بالمنطق يعني اللي حصل السنه اللي فاتت مش منطقي برضه؟ يعني السنه اللي فاتت كله قاعد يقول الاهلي والناس قعدت تستخف في الاعلام طبعا ويقول لك ده الاهلي وهيعمل زي بتاع، بس كنا يعني مش كنا الصراحه انا ما افورتش وما بالغتش. كنت بهزر بس ما كنتش بافور يعني، بس كنا بنتكلم بمعطيات طبيعي يعني وبتاع وكده. ولكن الكوره في النهايه ما تؤمنش غير بالملعب. فالمعطيات اللي قدامنا دلوقتي بتقول انه الزمالك ممكن يبقى صعب عليه يكرر اللي عمله الموسم اللي فات ده، وممكن تبقى حاجه كده ايه طريقه وحصلت وعدت وخلاص مش هتحصل تاني. ولكن كل شيء وارد، مع العلم ان نادي الزمالك عنده دوري ابطال افريقيا اللي بقاله شوف كام سنه ما لعبش في دوري ابطال افريقيا، وعايز اكيد يعني حق مشروع ليه جدا انه ياخد دوري ابطال افريقيا عشان يشارك في كاس العالم 2029 ويبقى ضمن مقعد مع بيراميدز. ولكن بالاسامي الشباب اللي موجوده ربنا يحفظهم ويكرمهم ويبارك لهم ويرزقهم مستقبل يبقى باهر باذن الله، بس هل هيبقى الفرقه دي قادره تلعب دوري ودوري ابطال افريقيا وتنافس على الاثنين؟ تقول لي الزمالك لو سقط بطوله يا عمر زي دي سقط ايه؟ اقول لك يسقط الدوري طبعا.
مش محتاجه، ويركز في دوري ابطال افريقيا فقط، خصوصا دوري ابطال افريقيا ما فيهاش الرجاء، ما فيهاش الوداد، ما فيهاش الصفاقسي، كل دول في الكونفدراليه مع الاهلي. عندك فرق هتبقى جامده. انا ما بقللش من دوري ابطال افريقيا عشان ما تفتكرش بس ان انا بقول لك انه السنه دي الكونفدراليه هي اللي اجمد وكده، لا، انا بقول لك بس انه عندك فرصه. هيبقى مين معاك؟ هيبقى معاك فرق جامده بالتاكيد، بس هيقل من معاك فرق مهمه في افريقيا. يعني هيبقى معاك المغرب الفاسي من المغرب، اظن ان ده الاهلي جايب منهم الراجل اللي جابه سفيان بن جديده. وهيبقى معاك مين تاني؟ اظن تاني كان عندهم الجيش الملكي تقريبا. وهيبقى معاك شويه فرق رخمه طبعا، بس يعني هتبقى خلصت من فرق رخمه تانية برضو. فاتوقع الزمالك لو هيركز في بطوله يركز في دوري ابطال افريقيا بكل صراحه وبكل امانه. يعني هو عمل المعجزه السنه اللي فاتت وخد دوري، فانت راجع لدوري ابطال افريقيا تاني، فما ينفعش تمر مرور الكرام. لازم حتى لو ما كانش الحظ حليفك وخدتها تبقى حطيت اول ان، تحط كل مجهودك في البطوله دي، تحاول تاخد البطوله دي، ان دي هتوديك كاس عام 2029. دي فلوس تانية، دي فلوس تانية وتالتة ورابعه وخمسه، ويعلم انت بقى اصلا هتعمل ايه في 28. فبرضه دي حاجه انت لازم تحسبها، لانه لو زادت مشاكلك انت 28 دي باللي هيحصل في الدوري ممكن تلاقي نفسك ما بتلعبش فيها اصلا، فاهم؟ فانت محتاج تركز على كاس دوري ابطال افريقيا. هل كابتن معتمد جمال الافضل ام الانسب بالنسبه للزمالك؟ كابتن ايمن الرمادي كان الحل الامثل. وجون ادوارد لما شاف ان كابتن معتمد جمال مش مناسب لنادي الزمالك، انا اتفق معاه، بس مش اجنبي. يعني ما تجيبش فوك ولا بوك ولا مبوكش، لا، كنت تجيب مدير فني مصري وهو كابتن ايمن الرمادي، راجل قيمه وقامه وخبره ومية مية وزي الفل وعشرة على 10، وما خدش حقه. هو يا دوب لعب شهر جاب الكاس، هيعرف يسيطر على اللعيبه وبيحبوه، اب ومحترم ومتعلم ومثقف ورخص وشخصيه وقوه، كل اللي انت عايزه. ولكن خلينا نشوف ماذا سيسفر عنه موسم 26-27. اتوقع صراع شديد المنافسه بين الاهلي وبيراميدز على الدوري، لانه بتوقع الزمالك هيركز في افريقيا وهيهمل الدوري. واتوقع ان بيراميدز ممكن، يعني مش عايز اقولها خالص، بس يعني ممكن يبقى بيسبب اذى ورخامه كبيره للاهلي. اتمنى تتوقف عند اذى ورخامه فقط ويبقى موضوع وراح لحاله. اتمنى الموضوع ما يتطورش اكتر من كده. يعني قدها يا اهلي باذن الله. مستمتع جدا 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 بالعوده للحلقات مره تانية واليوتيوب. اعمل فولو كل السوشيال ميديا اللي هتظهر قدامك دي. انا عمر زايد ودي الوحده 24 HD. بس خلاص خلصت، اتفضل يلا.